اليوم ليش أرض كردستان ملاذ للإرهابيين، ملاذ للبعثيين؟ نسيتوا البعثيين ايش سووا بيكم يا اخواننا يا الكرد؟ الانفال وحلبشه، نسيتوا ايش سووا بيكم البعثيين؟ هسه هم ملاذهم الامن هي اقليم كردستان. الارهابيين اللي شاردين من المحافظات اللي لطخت ايديهم بدماء العراقيين، اليوم ملاذهم الامن كردستان. اي واحد يحكي على الحاكميه الشيعيه وعلى القوى السياسيه الشيعيه اليوم ملاذ كردستان. اقليم كردستان مو ملاذ لا للارهابيه ولا للبعثيه، لا. اقليم كردستان كانت ولا زالت ملاذ لكل مضطهد ومظلوم، مثل ما كنتوا انتوا بالتسعين تضربون الشعب العراقي وتسوون تفجيرات وتروحون على اقليم كردستان. صح لو غلط كلامي؟ صح لو غلط كلامي؟ كنتوا تتآمرون ضد العراق مع الإيرانيين وتجون تجتمعون بإقليم كردستان. كانت ملاذ ولا زالت لكل مضطهد، لكل مضطهد. إقليم كردستان كانت ولا زالت بالتسعينات وبالثمانينات. وين كنتوا تروحون انتوا لما كنتوا تضربون الجيش العراقي والعراقيين؟ وين كنتوا تقتلون؟ تقتلون بإقليم كردستان. أما الناس اللي موجودة حاليا بإقليم كردستان ناس فاين حظها، انهزمت من جوركم وظلمكم واستبدادكم وطغيانكم. نعم، لا بعثية ولا إرهابية، لأن أنتم أي اللي يحكي عليكم واللي يطلع فسادكم إرهابي أو بعثي. أما تعال خلي أحكي وياك شوية على البعثية، والشعب العراقي يشهد على كلامي. هسه راح أذكرهم بشغلة. اللي جاي يتعامل مع اللي يسمون نفسهم بعثية وعائلة وأقرباء صدام حسين، أنتوا اللي جاي تتعاملون وياهم. عصام الأسدي هذا اللي تشوفوه، هذا اللي بالصورة، هسه راح أذكر العراقيين شلون اتعامل ويا أقارب صدام حسين. جمال مصطفى السلطان اللي هو زوج حلا، اللي مشكل تجمع وبعثية أنا راح أسأل العراقيين ويذكرون العراقيين قبل الانتخابات هاي الأخيرة، قبل الانتخابات الأخيرة شفتوا فيديوهاتهم شلون انتشرت وبثوثهم شلون انتشرت. قبل الانتخابات بشهرين انتشروا على السوشيال ميديا انتشار مو طبيعي، وجايينكم يا الشيعة باسم البعثية طبعا يحجون، جايينكم يا الشيعة وجايينكم بالبوت الأحمر وجايينكم بالبدلة الزيتوني. العراقيين كلامي صح لو كذب قبل الانتخابات بشهرين، كلامي صح لو كذب. بس خلصت الانتخابات اختفوا، ولا واحد منهم يبين على السوشيال ميديا، ولا نشر ولا فيديوهات ولا بثوث ولا أبد ولا أصلا. صح لو لا؟ صح، نعم كلامي صح، والعراقيين كلهم يتذكرون هذا الشيء. طيب ليش سووا هيجي؟ بدفع من عصام الأسدي. هذا عصام الأسدي انطاهم كم فلس مقابل شغلتين طبعا، أو شغلة أساسية. هن شغلتين راح أحكيه هنا مقابل شغلتين، هم ذولا الهتلية السيبندية. اتفقوا وياهم. اولا ليش سووا هيجي وطلعوا قبل الانتخابات وسووا هاي الضجه وجايين وراجعين بالبوت الاحمر والبدله الزيتوني؟ ليش؟ بدفع من عصام الاسدي، قال حتى نحفز الشيعه. اتفقوا وياهم حتى نحفز الشيعه يروحون ينتخبون، يخافون انه حزب البعث جاي على مود هذا الشيء. هاي واحد. والعراقيين يعرفون الجاي يحكي، وكلهم شافوهم على السوشيال ميديا شلون انتشروا قبل الانتخابات بشهرين. طيب جمال وربع جمال هذا رجل حلا، جماعة التجمع، ليش سووا هذا الشيء؟ مقابل شغلة يعني أساسية هي، أو شغلتين هن. أول شيء تقاضوا فلوس من عصام الأسدي ما يقارب 350 ألف دولار، هاي واحد، وتمويل حملتهم هاي واحد. اثنين مقابل وعود برفع الحجوزات عن أملاكهم اللي مصادرة. هاي شغلتين. هاي البعثية انتوا جاي تتعاملون وياهم هتلية ساقطين انتوا وياهم. هاي البعثية اللي جاي تتعاملون وياهم ساقطين هتلية. من يوم رايح راح انزل فضايحكم كلها، ساقطين هتلية سيبندية. فإقليم كردستان كان ولا زال ملاذ للآمنين، ما لهم علاقة لا بالبعث ولا الإرهابية. إقليم كردستان ما يلفي الإرهابية أنتوا اللي جاي تضربون إقليم كردستان كل ليل ونهار بالمسيرات وبالصواريخ. أنتوا الإرهابية. أما الناس اللي لاذت بإقليم كردستان، إقليم كردستان آوى كل مظلوم بالعراق. من ضمن الناس اللي مظلومين تذكرون الأستاذ وليد الدراجي الشيعي من مدينة الصدر، تذكرون كل العراقيين يتذكرون، اللي طلع قام يحكي
قال هذه وشغلة 11 و12 وكذا اللي جابها قاسم سليماني، والفتوى ما فتاها لا علي السيستاني ولا غيره، فتاها محمد رضا السيستاني لتهجير كذا تذكر ذاك وينه قاعد بربيل شيعي، ذاك وينه قاعد بربيل وفاين حظ ويدور له على شغل ويدور له على عمل، حصر عليه الدينار بعد ما هجرتوه من مدينة الصدر. الأستاذ وليد الدراجي كل العالم تعرفه، ملاذ آمن للكل لكل مظلوم. هذه إقليم كردستان. ناقصين هاي القوانة والاسطوانة المشروخة بطلوها، هاي مال البعثية وهاي حتى تحفزون البعثية ما ظلوا ولا لهم أثر، واللي موجودين هسه على السوشيال ميديا مجموعة هيلقية سيمندية منتفعين منكم ومن غيركم، منتفعين، ما ظل شيء اسمه حزب البعث. هذول شلة حرامية ساقطين مستفيدين من عندكم لا أكثر ولا أقل، ولعن أبوكم لأبو حتى البعثية ساقطين